السلام عليكم. عبد الرحمن ابراهيم، الاولى 24، واليوم حلقتنا عن المواسم. ما راح اتكلم عن الموسم، انا بالبر راح اتكلم عن كل المواسم. واول موسم هو الحر. الحر يبلش عندنا من نص 4 ويسمونه بالغلاق ويسمونه بسبق السرايات. طبعا انا ما راح اشرح كل هذا، راح تشوفونه مع استاذ عادل المرزوق. فسبق السرايات هذه تسبب رياح، والرياح تكون شمالية حارة. هذه الفترة اللي هي تحس فيها ان بدت الحرارة ترتفع. طبعا بعد سبق السرايات تدش علينا السرايات، ومفردها السراية، ومعناها السري بالليل، اي المشي بالليل. ما يقولون سرينا بالنهار، يقولون سرينا بالليل. سرى فلان يعني مشى بالليل. فالسراية هي الرياح اللي تضرب بالليل. هذه تصير في شهر 4 وتستمر السرايات إلى شهر 6. طبعا بعد السرايات ندش بالبوارح، البارح الصغير والبارح العود. خلينا نشوف العم عادل شو يقول. تنتهي السرايات بدخول البوارح. كل هالفترة هذه هي فترة حارة. يدخل البارح الصغير يسمونه بارح المشمش. بارح المشمش فترته 13 من 11 إلى 13 يوم. بعدين عقب بارح المشمش يدخل البارح العود، والبارح العود فترته 40 يوم. بس طبعا لا اشتدت الحرارة ودش الحر، يا تاخذ الشتاية تنقعها بماي وتقطها على راسك، يا تاخذ وزارك تنقعه تعصره تحطها على راسك. في منتصف شهر 7 راح تدخل علينا فترة تسمى الشلة. الشلة يعني القمة مالت الحرارة. وبعدين تيجي الباحورة 23/7 إلى نهاية شهر 7. شدة الحر تكون بالفترة هذه. قلت لكم بالحر شو نسوي، بس إذا دش البرد لبسنا البشت وقعدنا. تبتدي المربعانية مع نهاية الوسم، تبتدي 15/10 وتستمر إلى 6/12. هذه فترة المربعانية 40 يوم. لو تحسبها تلاقيها 40 يوم. إذا جينا مع بداية السنة راح يدخل علينا نوع يسمونه الشلة. شلة لما يقولون شلة البرد، وتنقال شلة الحر. الشلة متى تكون؟ مالت البرد مع دخول نوع الشولة. نوع الشولة يدخل في يوم 2/1، ويعرفون أهل البر إن النوع مدته 13 يوم. بس لا اشتدت البرودة وصار برد، يا النار يا فروة وفوقها بشتك، ما في شيء اسمه دفاية. يقولون الشولة ترد البرد من أوله. ورا الشولة نوع يسمونه النعايم، ويقولون عن نوع النعايم يوقظ البرد العجوز النائم. من قوة البرد الشايب ما يقدر ينام. عندك من 2/1 إلى 13/1 هذه الشبولة. بعدين عندك من 13/1 إلى 26/1 هذه النعايم. ورا النعايم يدخل نوع ثاني يسمونه البلدة. بين النعايم والبلدة في برد يسمونه برد الأزيرق. برد الأزيرق ماخوذ الاسم من الشمال، من العراق. حتى يقولون بالعراق بالأزيرق تطلع الجاموسة من الشط. فترة الأزيرق تقابلها عندنا هني فترة يسمونها شار 4/4. شار بالفارسي وبالهندي 4. فيقول لك شار وشار. تكون في آخر
4 أيام من نوع النعايم، وأول 4 أيام من نوع البلدة. شار وشار، هذا بحساب أهل البر. حساب أهل البحر يحسبونه بالدرور، يقول لك در 70 ودر 80 اللي هو يعادل الفترة هذه، فترة النعايم والبلدة. فآخر 4 أيام من 70 فيها شار، وأول 4 أيام من 80 فيها شار. بعدين إيه وراهم سعد الذابح. طبعا كلنا بدنا نعرف شنو قصة برد سعد الذابح، سمعوا القصة وشوفوا. هذه لها قصة طريفة، وهي قصة قديمة. يقال ما أنا ماني متأكد منها، يقال أنها ممكن أن تكون حتى قبل الإسلام بالجزيرة العربية. في رجل ويا زوجته عندهم ولد اسمه سعد، فطرشوه في مهمة إنه يطلع يروح الشام. هذيلا ساكنين في وسط الجزيرة العربية، فلما يوصل إلى الشام بالفترة هذه برد، وتصادف إن هبوب ضربة باردة، رياح باردة أضربت المنطقة اللي هم فيها. فتقول المرأة أم سعد، تقول حق أبو سعد، تقول نجا سعد إذا ذبح. شو يذبح؟ يذبح ناقته ويفرق أمعائها برا، ويدخل هو داخل الناقة يحمى نفسه من في جسم الناقة. فراح الولد وفعلا سعد ذبح الناقة وطلع أمعائها وكرشتها وكذا، ولبت داخل الناقة وحمى نفسه من البرد. فلما رجع قالت له أمه سعد ذبحت؟ قال لي نعم ذبحت. فسموه سعد الذابح هذه الفترة. ومنو فيكم يعرف شنو غزالة بزالة تحقرص تمقرص؟ الكل عارف الأغنية بس ما حد عارف معناها. شوفوا. هي مثل اللعبة والأغنية كانوا يقنونها اليهال، وهي عبارة عن تعليم اليهال الحساب. 1 غزالة، 2 بزالة، 3 تحقرص، 4 تمقرص، 5 ضب، 6 ضباب، 7 الليلة، 8 بلاقة، 9 بلقة، 10 در. هذه غزالة بزالة استخدمت في الحساب الفلك البحري. طبعا خلصنا حلقة اليوم من البر وتكلمنا عن مواسمنا، حرنا العادي، حرنا اللي يذبح، وبردنا وشتانا القوي، مع أستاذ والعم عادل المرزوق. والسلام عليكم.